تعرف إن أدائك طول الأسبوع وتنظيم حياتك وراحتك النفسية وتناسق هدومك وتنوعها مرتبط بمنطقة مهمة في البيت بتاعك، وهي الدريسنج اريا بتاعتك. وبنتكلم هنا على الحد الطبيعي، يعني مش لازم تكون حاجة مكان كبير وواسع. احنا بنتكلم على المساحة والتعامل ما بينك وما بين الدولاب والمساحة اللي انت بتقف فيها. أول حاجة عشان الدنيا تبقى منظمة لازم الدولاب ده يكون مستوعب كمية الحاجات بتاعتك كلها وتكون متنظمة فيه بطريقة صح. الحاجات الموسمية اللي انت مش هتلبسها دلوقتي، يعني مثلا احنا دلوقتي في الصيف مفيش خلاص، الشتوي هنشيله فبنحطه في المكان العالي من الدولاب اللي احنا مش هنتعامل معاه بشكل مباشر طول الوقت. الأماكن اللي احنا هنتعامل معاها بشكل مباشر هي أماكن المعلقات والأرفف اللي بننسق فيها حاجاتنا اللي بنطبقها. بنختلف في أفضليتنا ما بين المعلق وما بين المتطبق، كل واحد طبعا والتنسيق بتاعه. لكن في المعلق احنا بنراعي ان بالنسبة للسيدات بيكون في التعليق بتاعها مناسب لوجود الفساتين، بيكون الارتفاع بتاعها اكبر من الارتفاع عند الرجل ممكن بيبقى على قد جاكيت، ويعني جاكيت البدله والبنطلونات والكلام ده، فبيبقى الارتفاع بتاع التعليق مش محتاجينه كتير. نقدر ان احنا نقسم رفين يعني فوق بعض يستوعب من عنده مساحه يعني اكبر، او يستفيد بمساحه اكبر للتعليق. بالنسبه للتنسيق، حاول انك انت في المعلقات تعلق في مجموعات من الالوان، يعني مثلا الاسودات مع بعضها، البنيات، الازرقات، وهكذا، بحيث ان الالوان دي تبقى منسقه قدامك. وعلى مقربه منها تبقى الاكسسوار بقى، اللي هو مثلا الكرافتات او السكارفات او الطرح بالنسبه لنا او كده. نقدر ان احنا ننسق ما بين ده وده برضو، ونقدر ان احنا نعملهم في مجموعات من الالوان، فالدنيا تبقى سهله وكلها مكشوفه قدامنا بشكل بسيط. الجزم نقدر ان احنا نحطها في الجزء الاسفل من الدولاب، او لو انا عامله دريسنج بفصل لها جزء لوحدها. اساسي طبعا يكون في نوع من التهويه الجيده بالنسبه لتواجد الجزم. الحاجات الصغيره زي الشرابات والغيارات الداخليه وما الى ذلك، والاكسسوارات نقدر ان احنا نحطها في الادراج ونعمل لها منظمات بشكل يعني مناسب. ولو ما كانش عندك ادراج يعني كافيه، تقدر انك انت تعمل المنظمات زي ما بنقول من الصناديق، طبعا متوفره بخامات مختلفه، في جلد، في خوص وخامات اخرى، نقدر ان احنا نتعامل معاها في التنسيق.